انا عامله الفيديو ده مخصوص علشان خاطر الشنطه القمر دي عايزه اكلمكم عنها. هو الموضوع يبان تافه شويتين ليكم، لكن هو مهم جدا بالنسبه لي ومفرحني جدا. ليه بقى؟ انا واحده من الناس بكره حاجه اسمها ان انا اشتري اونلاين لاسباب كتير. فانا بقالي حوالي شهر او اكتر محتاجه شنطه سودا بمواصفات معينه، وكل لما بنزل المحلات عمال ادور عليها مش لاقيه اللي انا محتاجاه نهائي. الحاجه كلها شبه بعض والاسعار خرافيه بالنسبه للماتيريال الموجوده في المحلات. فانا كنت محتاجه شنطه حجمها متوسط زي دي كده، وكمان تكون جلدها طري، تكون طريه كده، ما تكونش ليها وزن وتقيله ولا تكون شكل البوكس، وكمان تكون متقسمه تقسيمات كتير فيها سوست وجيوب ياما، علشان مش بحب الشنطه اللي هي تكون سايحه على بعض، بحس ان هي بتكون ملخبطه كده. وكمان ينفع تتلبس كروس. واهم حاجه طبعا ان سعرها كمان يكون كويس، وانا بكره الاونلاين زي ما قلت لكم. وانا بفر كده على الفيسبوك لقيت بيج هي متخصصه في الشنط بس. فانا طبعا بكره الاونلاين بس بحب اتفرج يعني عشان اخد فكره عموما. فقعدت اتفرج كده في البيج بتاعتها، لقيتها حاطه موديلات مختلفه تماما عن اللي موجوده في السوق. وكمان يعني عندها ميرور وعندها عادي، عندها كبير وصغير ومقاسات والوان، ويعني كل حاجه موجوده عندها حرفيا. وبتعمل كمان تخفيضات والاسعار بجد تحفه. فانا طبعا عشان بخاف من الاونلاين قلت ايه، انا هبعت اسالها لو في استرجاع. اوكي، هبعت ان انا اطلب الاوردر، ولو جه وعجبني هستلمه، ما عجبنيش هدفع الشحن ولا ضرر ولا ضرار. عارفين بقى الشنطة اللي أنا بكلمكم عنها دي متخيلين سعرها كام؟ والله ما هتتخيلوا سعرها على الجودة اللي جات لي بيها. أنا كنت متخيلة عشان هي رخيصة إن أنا هلاقي حاجة شعبية جدا، ما كنتش متخيلة إن أنا هلاقي شنطة بالجمال ده بالجودة دي بكل المواصفات فعلا اللي أنا محتاجاها. بصوا عدد الجيوب كده، أدي 1 2 3 4 5، وكمان في جيب صغير من جوه، وواسعه جدا من جوه تشيل حاجات كتيره جدا، وطريه بطريقه غير طبيعيه وخفيفه زي الريشه. يعني البسها كده ابقى حاسه ان انا مش لابسه حاجه. وطبعا الايد بتاعتها بتطول وبتقصر، تتلبس كروس، تتلبس كتف، يعني زي ما انا محتاجه بالظبط. هي دي المواصفات اللي انا كنت محتاجاها بالظبط. متخيلين بقى الشنطه دي بكام؟ الشنطه دي ب 230 جنيه بعد الخصم. وبعد الخصم ايه اللي هو سعره اساسا كان ولا حاجه، كانت تقريبا بحوالي 270 ب 280، واتعمل عليها خصم بقت ب 230، يعني ببلاش. فيعني ان انا اشتري شنطه اونلاين وتطلع حلوه، وانا بطلبها مش عارفه ليه كنت متفائله خير كده، كنت حاسه ان هي هتطلع حلوه وزي ما انا عايزه، وان انا هستلمها ومش هرجعها. والحمد لله طلع زي ما انا كنت متوقعه بالظبط بالظبط بالظبط. ومش هيكون اخر تعامل مع البيج دي بالذات، وبعد كده هحاول ان انا اتجرأ واطلب اونلاين اي حاجه انا عايزاها لو في استرجاع. طالما هعاين الحاجه واشوفها عجباني ولا لا، بعد كده هتشجع بقى. فالشنطه دي خلتني اتشجع جدا على ان انا اطلب الحاجه اونلاين طالما في استرجاع، وهقدر ان انا اعاين الحاجه، ولو عجبتني استلمها وما عجبتنيش ما استلمهاش. هحط لكم صوره البيج بتاعتها والاسم هنا كده، علشان لو حابين تدخلوا تتفرجوا كده عندها وتشوفوا الموديلات والاسعار. وكمان علشان عندها استرجاع فدي ميزه حلوه جدا. فيعني ادخلوا كده اتفرجوا، وبجد لو طلبتوا من عندها مش هتندموا. كل الريفيوهات بتاعتها تشكر في الخامات. وطبعا عن تجربه شخصيه انا كمان بقول لكم على ضمانتي لو طلبتوا من عندها، لان فعلا حاجتها تحفه.